السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو عصام من قناة طائمان. فيديو النهاردة هنتكلم عن نتائج مباريات البطولة العربية للأندية 2023 زائد ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية. الجولة الثانية كان عندنا 8 مباريات، 4 مباريات اتلعبوا امبارح و4 اتلعبوا النهاردة. امبارح كان عندنا 4 مباريات، عندنا المجموعتين الأولى والثانية. عندنا المجموعة الأولى كان عندنا مباراة الاتحاد السعودي ضد الصفاقسي التونسي. الاتحاد السعودي فاز بهدف دون رد. وعندنا تاني مباراة كانت ما بين الشرطة العراقي والترجي التونسي. المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0. وعندنا المجموعة التانية كان عندنا مباراتين، عندنا الهلال السعودي ضد السد القطري، والسد القطري فاز ب3 أهداف لهدفين. وعندنا تاني مباراة كانت ما بين الوداد المغربي ضد الأهلي الليبي، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. والنهاردة كان عندنا 4 مباريات للمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة. عندنا المجموعة الثالثة أول مباراة كانت ما بين الشباب السعودي ضد الزمالك المصري، والشباب السعودي فاز بهدف دون رد. وعندنا تاني مباراة كانت ما بين الاتحاد المنستيري التونسي ضد النصر السعودي، والنصر السعودي فاز ب4 أهداف لهدف. عندنا المجموعة الرابعة عندنا مباراتين. عندنا أول مباراة كانت ما بين الوحدة الإماراتي ضد شباب بلوزداد الجزائري، والوحدة الإماراتي فاز بهدفين لهدف. وعندنا تاني مباراة كانت ما بين الرجاء المغربي ضد الكويت الكويتي، والرجاء المغربي فاز بهدفين دون رد. عندنا ترتيب المجموعات. عندنا المجموعة الأولى الاتحاد السعودي بيتصدر المجموعة ب6 نقاط وتأهل رسميا لربع النهائي. عندنا المركز الثاني الشرطة العراقي ب4 نقاط، وعندنا المركز الثالث الترجي التونسي بنقطة واحدة، وعندنا الصفاقسي التونسي المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة. الاتحاد السعودي هو فعلا تأهل لربع النهائي، بس ما تحددش هل هو أول ولا تاني، لأن المباراة القادمة قصاد الشرطة العراقي، والشرطة العراقي إذا فاز على الاتحاد السعودي هيبقى عنده 7 نقط ويتأهل كمتصدر المجموعة. فلحد دلوقتي الاتحاد هو المتصدر، فإذا فاز الشرطة هيتأهل الشرطة العراقي كمتصدر المجموعة، والاتحاد هيبقى مركز تاني. عندنا المجموعة التانية السد القطري بيتصدر المجموعة ب4 نقاط، المركز التاني الأهلي الليبي بنقطتين، المركز الثالث الوداد المغربي بنقطتين. الأهلي الليبي والوداد المغربي الاتنين متساويين في عدد النقاط وفرق الأهداف. عندنا المركز الرابع الهلال السعودي بنقطة واحدة. عندنا المجموعة الثالثة النصر السعودي بيتصدر المجموعة ب4 نقاط، المركز الثاني الشباب السعودي ب4 نقاط. طبعا هما الاثنين متساويين في عدد النقاط، لكن فرق الأهداف للنصر السعودي مسجل 4 ودخل في مرماه هدف ففرق 3. الشباب سجل هدف وما دخلش فيه ولا هدف ففرق 1، فطبعا الأفضلية للنصر السعودي. عندنا المركز الثالث الزمالك المصري 3 نقاط، الاتحاد المنستيري التونسي المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة. عندنا المجموعة الرابعة الرجاء المغربي يتصدر المجموعة ب6 نقاط، والمركز الثاني الوحدة الإماراتي ب6 نقاط. طبعا الرجاء والوحدة الاثنين متساويين في عدد النقاط، لكن الأفضلية للرجاء في فرق الأهداف، والاثنين رسميا تأهلوا لربع النهائي لأن الاثنين حصلوا على 6 نقاط من مباراتين، فكده رسميا تأهلوا لربع النهائي. شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث ما عندوش ولا نقطة، الكويت المركز الرابع ما عندوش ولا نقطة.